السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. بحبكم في الله، ربنا يديمكم نعمة في حياتي، متحرمش منكم أبدا 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 أبدا، من كومنتاتكم الجميلة ولا من تعليقاتكم الحلوة اللي زي قلوبكم اللي زي اللبن الحليب. ربنا يكبر خواطركم جبرا يتعجب لها أهل السماوات والأرض. جمعة مباركة علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات. كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة السنة الجديدة، اجعلها سنة سعيدة علينا وعليكم. اللهم امين يا رب العالمين. ربنا ينصر اخواتنا في غزة وفلسطين، ربنا ينصرهم نصرا جميلا. ما تنسوش بقى تحطوا لي لايك كده حلو، كومنت حلو من قلوبكم. ما تنسوش بقى تدعوا لي كده، ربنا يرزقني ويكرمني ويكرمني ويكرمكم ويعطيني ويعطيكم. اللهم امين يا رب العالمين. ربنا يحقق لكم كل اللي بتتمنوه، يحقق لي كل اللي بتمناه. اللهم امين يا رب العالمين. ويرزق كل مشتاق بالذرية الصالحة. واللي لسه مشتركش يشترك في القناة ويفعل الجرس عشان يوصلوا منه فيديو، كل فيديو انا بنزله جديد. بحبكم في الله. تنسوش بقى تحطوا لي لايك، اللايك يا حبايبي ما تنسوهوش لان انتوا بتنسوه كتير. اللايك ده اللي بيرفع الفيديو يا حبايبي. لو عجبك الفيديو حط لي لايك، لو مش عجبك الفيديو حط لي ديسلايك عادي، انا راضيه. فان شاء الله كده. طبعا معايا الفيديو كده، فيديو كله تحميس ويعني كله روتين وتشجعوا بيه في الساعه دي. انا بحب، وبصراحه انا يعني الشغل في الشتاء اصلا بيدفي، مش مكسله ولا حاجه ولا بكسل ولا اي حاجه. بس والله يا حبايبي، بصراحه يعني اللي عنده طفل ربنا يعينه ويكرمه يا رب ويعينه ويقويه كده على اللي هو فيه بصراحه يعني. الأطفال دي يعني بصراحة، الأطفال الصغيرة بالذات، بصوا تعب 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 جامد. يعني ما يكون عندك انت طفل واحد أو أول خلفتك، غير ما يكون عندك يعني طفلين أو ولدين أو بنتين أو أي حاجة وطفل صغير كمان. يعني كل حاجة واحد ليه مسؤولية شكل، وكل واحد عايز حاجة شكل. اللي عايز يروح حضانة، اللي عايز يروح مدرسة، اللي عايز يروح درس، اللي عايز يحفظ، اللي عايز يسمع، اللي عايز مش عارفه ايه، طول النهار كده. وطبعا مع كمان مع صوفي الموضوع صعب قوي. فربنا يعيننا جميعا، اللهم امين يا رب العالمين. وربنا يكرمنا ويحقق لنا كل اللي بنتمناه. وصلت معايا لعند هنا متنسوش تحطوا له لايك. ربنا يكبر خاطركم جميلا جبرا يتعجب لها اهل السماوات والارض. اللهم امين يا رب العالمين. كنت جايبه لفت كده من السوق وحبيت ان انا اعمله. طبعا الجو كان هادي، كان سفيان نايم وريان كمان يمكن كان نام. بصراحه انا بعمل الشغل ده كله يا حبايبي. بصوا يعني الوقت اللي يعني يا دوبك ينام يصحى، يا دوبك ينام يصحى، الوقت اللي بينام فيه مثلا ساعتين متواصلين او حاجه زي كده بشتغل. لو هي الساعه 1 بالليل هشتغل يعني هشتغل، مهمنيش بقى برد او كده. ببقى نفسي انام واغمض عينيا كده وانام جنبه، بس بقوم اخلص اللي ورايا، اعمل حاجه، اغسل مواعين، اعمل اي اروق الدنيا كده يعني. ماشي يا حبايبي، والله ربنا يعين كل واحد على حاله، وربنا يرزق كل مشتاق بالذريه الصالحه. اللهم امين يا رب العالمين. ربنا يرزق كل مشتاق بحق يوم الجمعه، اخر جمعه في سنه 2023، اجعلها سنه 2024 سنه سعيده علينا وعليكم وعلى الامه الاسلاميه كلها. اللهم امين يا رب العالمين. ربنا يسعدنا ويوفقنا ويكفينا شر الامراض. اللهم امين يا رب العالمين. متنسوش تدعوا لابويا وامي وامواتنا اجمعين، ربنا يرحمهم يجعلهم في الفردوس الاعلى ويحتسبهم مع الشهداء والصالحين والصديقين. اللهم امين يا رب العالمين. طبعا يا حبايبي ما تزعلوش مني على يعني دعواتي ليكم. بقول لكم تدعي لام وابويا بالرحمه، هي زي ما هي ام وابويا، امك وابوك برضك، امهاتكم كلكم. فكل اللي افتقد عزيز وغالي ربنا يصبره ويصبرنا جميعا. اللهم امين يا رب العالمين. طبعا أنا كنت جايبه كيلو ونص لفت كده من السوق، حبيت ان انا اللي باكل المخلل يا حبايبي، فحبيت ان انا ايه اعمله كده. فاللهم صل وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد. بصراحة أنا ما عنديش، أنا بحب أحط عليه بنجر بيحمره كده، البنجر بيحمره بيخلي شكله حلو قوي. فطبعا أنا إيه هعمله، وساعة ما أجيب بنجر بحط فيه عادي وبيحمر وبقى زي الفل. وأكلت منه وباكل منه، بملى الطبق قد كده باكل منه. بصراحة أنا بحب مخلل اللفت قوي. بص، مية من الحنفية، مش هقول مية مغلية، ولا طول عمرنا أمهاتنا يعني أمهاتنا وأمهاتك وأمهات غيرك وأمهاتنا كلها، الأمة الإسلامية كلها بتعمل اللفت كده بمية ساقعة من الحنفية يا حبايبي.
لا كانت امنا بتغلي ميه ولا كانت بتطلع احلى مخللات. الله يرحمها يا رب ويجعلها في الفردوس الاعلى. كانت امي شاطره قوي يا حبايبي والله. والله يا ولاد كانت امي شاطره جدا جدا جدا. اللي عارفني وبيتابعني وعارفني انا مين بالظبط عارف امي كانت طيبه قوي 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 قوي. يعني مش موجوده دلوقتي بصراحه. امي ميتة وهي صغيره قوي قوي قوي، ما فرحناش بيها. ميتة وانا صغيره خالص خالص خالص. كنت لسه باين في الابتدائي او حاجه زي كده، يعني كنت صغيره جدا. فكانت بتعمل احلى مخلل بالميه الساقعه. كنت بشوفها كمان بتعمله ببيضه، بتجيب بيضه كده وتحطه. لا احنا بنعمل بالبركه كده. مفيش احسن من البركه. بركه ربنا في كل حاجه. هي يعني بتكمل لنا الحاجه على خير، بركه ربنا. لا مقادير ولا اي حاجه. طبعا حطيت ميه وحطيت 4 معالق ملح. حطيت 4 كواب من المجات كده من الميه، وزودت تاني كمان شويه عادي، وطلع معايا زي الفل ومظبوط 100%. طبعا كنت عايزة اكل حاجة حلوة كده يا حبايبي. بترهف كانت معايا، فقلنا تعالي بنتي يا رهف نجيب بلحتين كده على 7 موز على حتة بسبوسة كده على اي حاجة. اي حاجة تشكيلة كده وناكلها كده وايه، ونرد روحنا كده. طبعا يعني بصوا مش عارفة اقول لكم ايه. انا ببسط جدا جدا جدا. ربنا يكبر خاطركم على الكومنتات الحلوة دي، وربنا يكبر بخاطر برضو اللي بيكسر بخاطرنا. مكتوبة لك في السماء او مكتوب لك في السماء او مكتوبة لك عند ربنا. عند الله تجتمع الخصوم، يعني في الاخرة ان شاء الله كلنا هنقف كده. وليه كسرت بخاطر ده او ليه كسرت بخاطر اخوك او كسرت بخاطر اختك. يعني احنا اخوات كلنا في الاسلام، اخوات كلنا في الله. فبحبكم في الله، انتوا عيلتي التانية واخواتي. اللي بيدخل يحط لي كومنت حلو على راسي من فوق، وشرف ليا كبير قوي ان هو موجود معايا في قناتي. واللي بيحط لي كومنت برضو مش حلو، انت على راسي من فوق، وانا حقي عند ربنا، مش هقول اكتر من كده. فطبعا انا ده كان تاني يوم العيال بتعصبني والله. بتشوفوا وشي تاني خالص وشكلي تاني خالص في العصبية بصراحة يعني. بتعصبني. بصراحة انا عندي القولون العصب اصلا، واليومين دول كمان زايد عليا قوي قوي قوي. ف العيال بتعصبني. كان ده تاني يوم. فحبيت ان انا كنت محتاره بصراحه على الاكل، وكنت عايزه مش عارفه اعمل ايه. وكان طبعا عندي فرخ شامورتي من ايام الميلاد وكده موجود. فقلت بقى اطلعه كده يا حبايبي واحشيه، واعمل جنبه طبقين مكرونه محمره. يعني يعني دخل في دماغي الفكره دي يعني. بدل ما اعمله كده واعمل جنبه طبيخ وكده. ولادي ما باكلوش الطبيخ خالص. بيتحط في قرابيزه. انا اللي باكله بصراحه يعني، واللي بيفيد برميه. فطبعا عملت بقى بصلاية عشان هحشي الفرخة. بصلاية كده، وقطعت كده قرن فلفل. وطبعا هقطع الكبدة والقنصة بتاعة الفرخ والقلب وكده، واقطعهم واحط شوية رز كده، واديها نص تسوية على البوتاجاز، واحشي الفرخ بتاعي. بصراحة يا حبايبي الحشوة بتبقى جميلة جدا جدا جدا. فطبعا الحشوة دي بتبقى جميلة جدا 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 في الأكل. بتبقى حلوة قوي قوي قوي. بصراحة يعني بتبقى ايه لو يعني بصراحة ولادي مش كانوا باكلوها كلوها. والله يا حبايبي ولادي ما باكلوها كانوا بيشكلوا عليها. احنا عايزين من دي يا ماما، قلت لهم انتوا ما بتحبوهاش. الوقت حلوت يعني خلاص كانت معلقتين قربوا اخر معلقتين في الحش وانا باكلها. انا اللي بحبها. قالوا احنا عايزين. قلت لهم المرة الجاية بقى ان شاء الله المرة الجاية فيها العوض. فطبعا زي ما انتوا شايفين كده غسلت الفرخة حلو. هو كان مغسول ومتعين برضو. غسلته تاني بليمون ودقيق وملح، وظبطت كده ونضفته اي شوائب فيه واي حاجات فيه. نضفته كده خليته فله شمعة من ورا. وبعد كده بقى جبته وحشيته خلة سنان. وقفل بقى الفرخ بتاعي كده. مش خد تسوية حاجة خالص. اخد بالظبط كده نص ساعة، اقل من نص ساعة كان مستوي. وايه وزي ما انتوا شايفين كده حبايبي. طبعا هيستوي وهحمره. وكنت هعمل مكرونة جنبه محمرة. واكتفي بكده، وفضل ونعمة من عند ربنا والحمد لله. يا رب يحفظها يعني. يا رب دومها نعمة علينا واحفظها من الزوال، اللهم امين يا رب العالمين. فضل ونعمة كده، فضل فضل ونعمة، واقل من كده رضا. الحمد لله احنا راضيين. ربنا بس يدينا الصحة كده ويكفينا شر المرض، اللهم امين يا رب العالمين. ويخلي لنا ولادنا ويرزق كل مشتاق بالذرية الصالحة، اللهم امين يا رب العالمين.
طبعا كده يا حبايبي، كده حطيت بقى البهارات اللي انت بتحطيها، فلفل اسود، احنا معروفة يعني، وحبهان ومرقة وكده. حبيت ان انا احط شوية مية كمان عشان الفرخة مش يلزق معايا، يستوي في عرق وكده. واعمل ايه المكرونة الجنب المحمرة. طبعا انا بحمر المكرونة. احط كيس، هعمل كيس واحد، هكتفي بكيس واحد يا حبايبي. كيس من هو بتاع التموين ده. انا بشتريه، انا مش بيجي لي انا فرد واحد اصلا في التموين. انا بشتريه من التموين، لان بصراحة بيبقى ايه، كيس كده مليان وفيه بركة عن بتاع الدكان. وبيبقى ايه نص نص يعني. فبجيب الكيس نص كيلو، فبعمله بقى ايه، بحب كده اعمله وما بتتعجنش ولا اي حاجة، جميلة جدا جدا جدا. وبحب ان انا ايه اعملها كده. كنت عايزه اعملها بصلصه، بس الولاد قالوا لي بنحبها، هم بيحبوها متحمره برضه، بشوربه كده، وزقها شوربه واعملها. طبعا انا كنت غسلت الحلل كده من بالليل طبعا في المقطع اللي قبل ده، وكنت حطيتها تتصفي يا حبايبي. وجيت بعد كده بقى ارص الحلل الالومنيوم. بقول لكم من ايام الميلاد وكده، كان اللي بيغسل حله بيغسلها مش زي غسيل بصراحه، فانا سبتهم متكومين بره كده جنب البوتاجاز بره على بعض كده. لما ايه جبتهم كده وايدي بقى اشتدت يعني، خلاص كده يعني مش عاد ينفع. لانه غلط جدا جدا، وانت في اسبوع الميلاد تغسلي ايديكي كده وتدعكي. والله يا حبايبي عملت كده بس، واثرت عليا دلوقتي ماشي. هو غلط اصلا، بس انا مش بحب ان انا اريح نفسي، مش بحب اشوف حاجتي كده بايظه واسيبها، لا. انا بحب ان انا اعمل حاجتي. فالمهم بقى ايه، جبت بقى ارص نعم يا رح، انا طالعه اهو يا روف. ماشي انا جايه. فطبعا كده يا حبايبي، حبيت بقى ان انا ايه، شفت المواعين بتعمل ازاي، مرايه مرايه كده. انا ما بقى بصوا، مش بيجيلي بال بقى ولا جيلي. انا بحب طبيخ الالمونيا، هقول لكم انا بحب، مش بتكبر مش بتبطر. هي بصراحه بتوجع الايد فعلا، ومتعبه جدا في الغسيل. ربنا يكرمني كده، اللهم امين كده. واجيب ايه طقم اللي هو ايه جرانيت او سيراميك. طبعا الطقم ده يا حبايبي بتاع فرحي. سلستين. بس مش كل حاجه بتنطبخ فيه بصراحه يعني. في حاجات بتلزق فيه زي الرز بيلزق. حاجات بتلزق فيه. هو يكتفي بس تطبخي فيه لحمه او طبيخ او حاجات من دي. برضو المكرونه وكده بتلزق. بس لو ما حافظتيش على ما وطيتيش النار عليه بتلزق برضو. فانا بحب الالمونيا جدا، مش هقول لكم ما بحبهاش، انا بحبها. وبحب ايه اطبخ فيها، بس هي متعبه شويه واكلها بيبقى جميل جدا ونفسها حلو قوي في الاكل. بس يا حبايبي ايه، ربنا يكرمني كده عشان ايديا، انا اصلا عندي شرايين ايدي كانت متقفله قبل كده، وخدت علاج واتسلكت يعني، كانت بتتعبني يعني. فمن دعكان وكده بتوجعني. فالطقم ده بتاعي اصلا بتاع فرحي. فالاستاذ سفيان كان صحي يعني، الحمد لله ان هو نام لعند دلوقتي كده. بحبكم في الله. دايما كده معايا وبيا بيكم مكملة. يا رب دايما أكون خفيفة على قلبكم، يا رب دايما أكون بفيدكم لو بمعلومة بسيطة. طبعا الفرخة خلصت وحمرتها، وهغرف كده المكرونة برضو خلصت، وكل حاجة كده تمام. يا رب دايما أكون خفيفة عند قلوبكم، خفيفة في قلوبكم، خفيفة على سمعكم ليا، تسمعوني كده وأنا خفيفة دايما، مش هكون تقيلة. بحبكم في الله، ربنا يديمكم نعمة في حياتي، ما تتحرمش منكم أبدا أبدا أبدا، ولا من كومنتاتكم الحلوة. ربنا يسعد قلوبكم، جمعة مباركة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.